انا عندي النهارده مشكله يا جماعه. المشكله انا جبت لها القله الحجم الكبير ده. كنت انا جايبه قله قبل كده الحجم الصغير. حل المشكله يا جماعه في القله دي. يلا اما نشوف بينا مع بعض المشكله بتقول ايه. يلا بينا يا جماعه نشوف المشكله بتقول. انا خاطب من سنه وبحب خطيبتي جدا، وخطيبتي طلبت مني تروح مع اهلها المصيف، فانا وافقت وقلت لها بشرط تكون ملابسك واسعه ومش تختلطي بحد غير اهلك. والموضوع لف في دماغه يا جماعة، وقال فرصة ممكن بدون ما يشعروا اروح وراهم واشوفها هتعمل ايه، لان عارف المكان اللي رايحين فيه ويكون اختبار وانا لسه على البر. تمام، دماغك شغالة ما شاء الله. عايزين القلة بس دي كده جنبنا يا جماعة اهي، عشان ايه هنحل بعدها دلوقتي. المهم يا جماعة، راح. اول يوم لف المكان، لما دخل مش شافهم. تاني يوم شفتهم واتفاجئت ان خطيبتي شبه عريانه ونازله في الميه وحواليها شباب. تمام. المهم عمل ايه؟ اتصلت بالفون، مامتها ردت عليا وقالت هي بتعمل حاجه وهترد عليك اما تخلص، وانا شايفها من بعيد. ولما هي ردت عليا قالت لي انا ملتزمه بكلامك وبعيد عن الاختلاط. هل دي تنفع تكون زوجة في نظركم؟ طيب بصوا يا جماعة، انا برضو مستنية برضو ردكم في الكومنتات. انا هشوف الكومنتات كلها وهتابعها. تمام. بس انت المفروض يعني في وضع زي ده كنت روح بقى عند والدتها. تمام. وروح برضو عندها وصارحهم، قول لهم كلمها برضو، قول لها طب ليه عملتي كده؟ انا منبه عليكي وقايل لك مثلا ما تختلطيش بحد، وفي نفس الوقت كمان ما تلبسيش برضو لبس يكون ضيق. تمام. كنت برضو واجهها. طبعا هو في حالة زي ديت هو ده مش اختبار برضو قوي، يعني ممكن ان انت مثلا تسامحها ان هي ما تعملش كده تاني، لان برضو يعني ايه لازم يكون في تسامح بينا يعني. تمام. خاصة ان هي بتحبك وانت بتحبها، فلازم يكون في تسامح بينكم. فانت برضو كنت واجههم وواجهها هي خصوصا يعني. قول لها طب ليه عملتي كده؟ يعني انا مثلا منبه عليكي. تمام. هشوف برضو اخواتنا في الكومنتات برضو يكتبوا لي، علقوا لي برضو في الكومنتات ايه رأيهم في الموضوع ده، يا ترى يسامحها ولا ما يسامحهاش. تمام. في نفس الوقت برضو حرام، ما ينفعش ان هي يعني تلبس اللبس ده كده برضو في المصيف. تمام. برضو انا عايزه اشوف برضو كومنتاتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، مع السلامه. لو حد عنده مشكله يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتات برضو نقراها ان شاء الله الحلقه القادمه. مع السلامه.